السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم علينا الأيام بخير يا رب العالمين. رمضان كريم، ربنا يتقبل منا يا رب الصيام والصلاة، وربنا يرحمنا برحمته ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. النهاردة يا حبايبي أنا جاية لكم بصورة جميلة جدا، لو قرأناها إن شاء الله بإذن الله بتمنع عننا شر أذى الناس وأذيتهم، لأن كلام الله لا ريب فيه. سورة الفيل يا جماعة هنقرأها على كوب من الماء، ونقرأ عليها سورة الفيل 5 مرات في كوباية فيها مية، هنجيبها ونقرأ فيها سورة الفيل 5 مرات، ونشرب نصها والنص التاني نغسل بيه وجهنا، نغسل بيه الوش كده، تشطفي بوشك كده او تشطف بوشك بإذن الله وانت خارج من البيت وانت خارجة من البيت، تمنع الأذى بتاع الناس، تمنع أذى الطريق، تخلي اللي يشوفك يهابك، يعني يبقى لك كده حاجة كده قدام الناس. لو ناس بتأذي، لو ناس بتحسد، ربنا بيبعد عنك أي أذى من الأذى ده. طيب لو زوجة بينها وبين زوجها مشاكل، تعمل الوصفة دي وإن شاء الله بإذن الله ربنا بيحل المشاكل دي، ويعني بيهديه بعيد عنها نهائي. أو أهل جوزها لو في بينهم وبين بعض مشاكل، لو عملت الوصفة دي بإذن الله ربنا يهدي ما بينهم ويبعدهم عنها نهائي. للبنت العزباء لو عملت الوصفة دي بإذن الله لو مخطوبة وفي مشاكل، ربنا يهدي ما بينها ويجعل في وشها القبول. طيب لو بتحب، يعني في علاقة حب وفي مشاكل، ان شاء الله بإذن الله تعمل الوصفة دي وربنا يجعل المودة والمحبة بينها وبين خطيبها او بينها وبين حبيبها. الرجل يا جماعة لو في مشاكل عنده في الشغل او مشاكل بينه وبين ناس، وعمل وقرا الصورة على المية وشربها وشطف وشه بيها، بإذن الله ربنا يفك كل المشاكل دي وينصره على من يعاديه ويفك كربه وييسر له اموره، لان سورة الفيل دي سورة عظيمة يا جماعة. فدي الوصفة يا جماعة ان شاء الله بإذن الله كل يوم لكم فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس.